السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مريم، مريضة ذيبة وفشل كلوي. بعمل فيديوهات بعمل فيها توعية عن الفشل الكلوي والذيبة. اسئلة كتير بتجيلي، واحنا ينفع نصوم؟ يعني كل سنة وانتم طيبين، رمضان داخل علينا. احنا لو ينفع ان احنا نصوم ولا لا في رمضان؟ انت لو مريض كسور كلى لا، ما ينفعش ان انت تصوم، لان كسور الكلى انت كده يعني انت ما ينفعش، انت في مرحلة خطر. ولو صمتي انت كده بتستعجلي في الفشل، فما ينفعش، ولازم نستشير برضو الدكتور. ولو انا بغسل في ينفع وفي ما ينفعش على حسب الحالة. ايام الغسيل ما ينفعش ان احنا نصوم خالص، لان انتي بتاخدي محاليل وبتاخدي فيتامينات وبتاخدي حاجات في الجلسة، فما ينفعش ان انتي تصومي. لكن الايام التانية، ال4 ايام التانيين اللي احنا ما بنغسلش فيهم، ممكن يعني ممكن لو الحالة الصحية تسمح، احنا ممكن نصوم منها عادي برضو، بس لازم نعرف الدكتور ان احنا هنصوم حسب حالتنا الصحية، او يسمح او ما يسمحش، علشان ان الصيام بيعمل جفاف، بيرفع البوتاسيوم في الدم. واحنا عارفين طبعا ان ارتفاع البوتاسيوم في الدم حالة خطرة جدا علينا. بيعمل ايه تاني؟ ارهاق، تعب. فيعني والتحاليل تكون كويسة ينفع ان احنا نصوم. لو التحاليل مش كويسة لازم، ما ينفعش ان احنا نصوم. احنا ممكن يعني ربنا ادانا رخصة ان احنا نفطر ونطلع بدلها فلوس، فاحنا ممكن نعمل كده. دي حاجة تريح قلبنا، ودي حاجة هتريحنا كلنا. واشوفكم في الفيديو الجاي في حاجة احلى. النهاردة هنتكلم في حاجة انا مكنتش عارفاها وعرفتها من فترة، وحبيت اعرف ناس اللي بتغسل الكلى زيي حاجة تخلي بالها منها. المكنة بيبقى فيها جيركن كده كبير كبير. لازم الجيركن ده يبقى مقفول طول الجلسة. وتيجي لما تبدأي الجلسة تشوفي ان هي الجيركن ده مقفول، الغطا بتاعه مقفول، لان الجيركن لما بيكون مفتوح ما ينفعش يتفتح، لان يعتبر ان الجيركن ده زي ايه، مثلا المسحوق اللي احنا بنغسل بيه، يعني ده زي البريل كده اللي انتي بتغسلي بيه. فما لازم يفضل مقفول، محتفظ عليه، ما يدخلوش اي تراب اي حاجة. الجيركن نفسه من بره يكون نظيف، لان دي المادة اللي بتدخل المكنة بتغسل لنا بيها الجسم. دي معلومة انا مكنتش اعرفها، حبيت اعرفكم عليها. ان احنا نخلي بالنا جدا جدا من الحوار ده. وانا يعني انا لازم اشوف الجيركن بتاعي لو مفتوح لا ما بغسلش بيه، ببقى عايزه الجيركن تاني. انا ما اضمنش طول الفتره دي اللي حصل في الجيركن. دي حاجه. تاني حاجه، انا قعدت فتره كبيره كان بيجيلي صداع في اثناء الجلسه، من اول مثلا الحته دي كده لورا ما كنتش بستحمل، وبالذات بعد الجلسة وفي اخر ساعة من الجلسة سألت دكتورة المناعة بتاعتي، قالت ده بيبقى من الضغط. نخلي بالنا برضو من الضغط اثناء الجلسة، كل ساعة نقيس الضغط في الجلسة. غير كده احنا كمان يعني نقلل الملح على الجلسة. ده فادني كتير برضو، الصداع ما بقاش يجيلي. فانتي لما بتقللي الملح متهيألي 136 بيفرق معاكي برضو على حسب الضغط عندك وحسب حالتك. فانتي لو ما يعني انتي لما بتحسي بضعف على الجلسة، وجع دماغ كده من ورا، قيسي الضغط وشوفي ضغطك ايه. لو لقيتي الضغط عالي او ضغط واطي، خليهم يظبطوا الملح على المكنه. هتلاقي الدنيا بدأت تظبط معاكي كتير جدا جدا جدا. حبيت بس افيدكم في الفيديو ده، واشوفكم في الفيديو جاي وفوائد ومعلومات اكتر. باي.